عندكم شي مشاكل في النعاس؟ اجيو نشوفوا هاد الحلقه كيفاش نقلع عجوم. مرحبا بكم معنا في حلقه جديده ديال سال الطبيب قبل المجرب. اليوم غادي ندويو واحد الموضوع مهم كيعانيو منه بزاف ديال الناس، وهو قله النعاس واللي كنسميوه الارق. اجيو نشوفوا شنو هاد قله النعاس، كيفاش يمكننا نعالجوه، وشنو هما الفوائد ديال النعاس على الجسم ديالنا. قول لي يا سي الطبيب، شحال خصنا نعسو من ساعه في النهار؟ اللي خصنا نعرفوه ان الانسان العادي خاصو ينعس واحد 7 حتى 8 ديال السوايع في النهار، الرضيع خاصو واحد 16 حتى 18 ساعه، الدري الصغير واحد 10 السوايع، المراهق واحد 9 السوايع ونص، اما الناس الكبار مع الاقل واحد 6 السوايع ونص مع واحد السويعه ديال القيلوله اللي كنسميوها لا سيست حنايا. وزعما شنو هو المشكل ديال النعاس؟ واش بزاف ديال الناس كيعانيو منه؟ راه 6 حتى ل 10% ديال الناس في العالم كيعانيو من المشكل ديال الارق واللي كنسميوه قله النعاس، يا اما ما كيدخلوش في النعاس دغيا، ولا كيفيقوا بكثره، ولا كيفيقوا بكري، وهذا الشيء كيجعلهم ما شبعانينش من النعاس، كيفيقوا منرفزين ومعصبين وكيدوزوا نهار خايب، وإلا هذا الشيء دام في المده كيمكن لهم ياثر لهم على الصحه ديالهم. وشنو هما الفوائد ديال النعاس سي الطبيب؟ النعاس كيمكن الدماغ ديالنا انه ينظم ويرتب المعلومات اللي خداها في ذاك النهار، وكتجدد لنا الخلايا ديال الجسم، وكتمكنها انها ترتاح وتوجد طاقه جديده باش تواجه نهار جديد. الابحاث العلميه تثبت لنا بان النعاس كيقوي الجهاز المناعتي ديالنا وكيحمينا من مجموعه الامراض، وكيمكننا انه يوازن الحاله النفسيه ديال الانسان. هذاك الشيء علاش بعض المرات ملي كنعسوا مقلقين كنفيقوا في الصباح مرتاحين شويه. والبحوث بينوا عاوتاني بان قله النعاس كيصاحبها قله العمر الله يحفظ، واخا راه كنا عارفين بان الاعمار بيد الله. وانا سي الطبيب ما كنعسش مزيان، شنو هما الحوايج اللي ندير باش نحسن النعاس ديالي؟ من الحوايج المهمه اللي خصنا نديروهم اننا ما نشربوش القهوه واتاي 4 حتى 6 السوايع قبل النعاس، ما نكملوش قبل النعاس ولا الا ضربنا الفيقه بالليل، لان هاد الجوج كيتعتبروا من المنبهات. الشراب والمخدرات على عكس ما كيظنوا الناس راه كيضروا النعاس ديالنا على المدى البعيد. نحاول نعسو خفيف، ما نتقلوش من الماكله قبل النعاس، وكاع نبعدوا الوقيته ديال العشاء. الرياضه المنتظمه من 30 حتى 45 دقيقه في النهار من الحوايج المهمه باش نقادوا النعاس ديالنا، ولكن ما خصهاش تكون قريبه للساعه ديال النعاس ديالنا، لانها كتفرز بعض الهرمونات بحال الاندورفين اللي يمكن لها تفيقنا. والغرفه ديالنا ما خصش تكون فيها التلفزيون، ما يكونش فيها الاورديناتور، ما ناكلوش فيها وما نقراوش فيها، تكون مخصصه غير للنوم والعلاقات الحميميه. والغرفه النوم خاص درجه الحراره ديالها تكون معتدله وتكون ساهته وظالمه، وما نمشيوش للفراش غير الا كان فينا النعاس، ونجنبوا اننا نبقاو في الفراش ديالنا باش نجيبوا النعاس ولا مورا الفياق، لان هذا الشيء يمكن له يضر النعاس ديالنا. وعاوتاني نحاولوا نفيقوا ونعسوا في نفس الساعه، ونقراو شي كتاب ولا نتفرجوا في التلفزيون قبل ما نمشيو للنعاس باش نترخاو شويه، ونتجنبوا القيلوله ولا لا سياست لانها يمكن تطير علينا النعاس بالليل. وإلا هاد النصائح ما ساعدوكمش انكم تحسنوا النعاس ديالكم ولا بات فيكم شي اعراض اخرى من غير قله النعاس، خاصكم لابد تزوروا الطبيب المعالج باش يشوف واش ما كاينش شي مرض معين كتعانيو منه. انا راه جات وقيته النعاس، غادي نمشي نجرب هادشي بغيتي ليا الطبيب. اجي بعدا ما تنساش تبارطاجي الفيديو باش الناس اخرين يستافدوا، وحتى نتوما الا عجبتكم هذه الحلقه بارطاجيوها باش الناس اخرين يحسنوا النعاس ديالهم. كان معكم الدكتور سي محمد الزعلي جابري باسم الطاقم البرنامج ديال الطبيب المجرب. كنشكركم على المتابعه، نتلاقاو في السيمانه الجايه ان شاء الله.